هبت رياح هباء فطار القصيد يحاكي الهوى رياح السموم. السلام عليكم مشتركي واش اخبار بتعلم من محركات قناة في 6. حكينا بزاف على اسعار السيارات في العالم وتحطيم الارقام القياسية، بصح هاد المرة حاجة ماشي عادية. وقبل ما نتغنقو تكتشفوا معنا الموضوع هذا، ما عليكم غير تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه باش يلحقكم كل جديد ان شاء الله. فجل الأمور بدت في خفاء قنابلهم. اليوم انا راح نحكي على واحدة من اخطر السيارات في العالم، اللي هي السيارة يانغ وانغ يو 9 من عند العملاق الصيني بي واي دي. وقبل ما نحكيو على الوحش الصامت هذا، لازم نرجعو للتاريخ تاع العلامة وكيفاش باش رجعت واحدة من أكبر الشركات في العالم. العلامة ولا الشركة الصينية هذه كانت ببداية تاعها في 1995، وين كانت تنتج البطاريات تاع السيارات والهواتف. ومع مرور الوقت قررت تدخل لعالم السيارات اللي كان في 2003. وبالمناسبة المعنى تاع بي واي دي باللغة الإنجليزية هو بويلد يور دريم، يعني أصنع الحلم تاعك، وهذا هو الشيء اللي كانوا يحلموا به. واليوم العلامة هذه رجعت من صناعة البطاريات لواحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات الكهربائية، ورجعت تنافس كبار، وين المبيعات تاعها رجعوا أكثر من المبيعات تاع العملاق الأمريكي تسلا. طموح من النظرة المستقبلية البعيدة تاع مؤسس العلامة وانغ تشوانفو خلاته يدخل عالم واحد آخر، اللي هو السيارات الكهربائية الفخمة وتاني السوبر والهايبر كار، من خلال طرح العلامة الفاخرة يانغ وانغ. وآخر صيحات العلامة هذه هي السيارة الخارقة اللي وصلت ضجة في عالم السيارات، اللي هي يانغ وانغ يو 9. نخليكم مع سينماتيك خفيفة ونطرقوا مليح في الموضوع تاع اليوم إن شاء الله. فقومي صاروا كما الببغاء فهل حلول تعيد السريبا وأين الصمود وأين الإباء ونحن ننام كأهل الرقيم وفي غفلة قد يحل البلاء وأرجو الإله يزيل العناء ويرسل جندا. يو 9 هي عبارة على هايبر كار كهربائية 100%، فيها 4 محركات كهربائية، يعني كل عجلة فيها محرك 4 wheels drive، مع نظام دفع كلي مطور بزاف، مع نظام كهربائي تاع 1200 فولت، يعني حاجة نادرة بزاف. زيادة على هذا البطاريات الجيل الجديد بلاد ال اف بي اللي معروفة بالقوة والأمان تاعها، بلا ما ننساو نظام تعليق دي سورس اكس اللي يخلي السيارة تتجاوز الحفر مثلا عن طريق القوس. أنا عماه كيما راكم تلاحظوا، هربوا تاع الصح. قبل ما نكملوا الفيديو، اللي حاب يسافر ولا يروح عمرة، راهي فتحت وكالة سياحية وين ترافل اللي تقدم لكم أفضل الخدمات بأفضل الأسعار. العنوان تاعها 38 حي محمد شعباني، الجزائر العاصمة. لحقنا الأرقام تاع الوحش الصامت هذا في النسخة اللي راهي معنا اليوم، هي نسخة اكسترايم، تسارع من 0 ل 100 كم في الساعة في 2.3 ثانية. القوة القصوى تاعها تلحق 3019 حصان، يعني أقوى سيارة إنتاجية في العالم. مهندسين تاع العلامة جربوها وين لحقت السرعة تاعها لأكثر من 470 كم في الساعة، يعني أسرع سيارة كهربائية في العالم. أم بالكم حبسوا، زادوا جربوها في حلبة في ألمانيا ولهنا كانت الصدمة، لحقت السرعة تاعها ل 496.22 كم في الساعة. أنا عماه، يعني رجعت أسرع سيارة إنتاجية في العالم، يعني ما كان لا بوغاتي لا كونيتزاد لا اس اس سي لا والو. بصح لازم تفهموا حاجة، السرعة هذه والتجارب هادو نقدروا نقولوا من المستحيل يقدروا يلحقوا لهم في الطرق العامة، غير ولا جربوها في نيفادا كيما المهابل تاع كونيتزاد. السؤال اللي يبقى مطروح، الفرطاس كريستيان فان كونيتزاد اللي قال نهار كشوف على ليسكو ابسليت بلي واحد ما راح يقدر يلحق السرعة تاعها، زعما الحق الوقت باش يجربوها في أقصى السرعة تاعها، ولا مازال مخبي المفاجأة هذه. التساؤل هذا اللي راح نسيبولو الجواب تاعو مع الوقت ان شاء الله. وانتوما واش رايكم؟ قولوا لنا في التعليقات. رديد صوت الغناء
وليلى تصيح بكم دناس. وصلنا لنهاية الحلقة اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والمشاركة مع أصحابكم، وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. كان معكم صاوي محفوظ من قناة V6 Pro. نتلاقاو في الموعد الجاي إن شاء الله. السلام. قومي صاروا كما الببغاء لساني سليم. قبل ما نسوي الموضوع تاع الحلقة الجاية اللي راح يكون على تويوتا كورولا GR 2026 إن شاء الله. وما من دواء فقومي صاروا كما الببغاء. فهل حلول تعيد السريبا؟ وأين الصمود وأين الإباء؟ ونحن ننام كأهل الرقيب، وفي غفلة قد يحل البلاء. وأرجو الإله يزيل العناء، ويرسل جندا كديم السماء، ليعلو الكتاب ويخبص